مساء الورد، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا. هنعمل ورقة لحمة. أول حاجة أنا جهزت الصينية بتاعتي، وهحط بقى ورق فويل من تحت. وطبعا كلنا عارفين ان احنا غلط جدا ان احنا نطبخ في ورق الفويل، فعلشان كده انا هحط بعد كده ورقة زبدة، علشان الألمونيوم أما بيسخن بيتفاعل مع الحرارة وبيتفاعل كمان مع الأكل، وده طبعا مضر جدا. فهنفصل بقى بينه وبين الأكل بورقة الزبدة. وزي ما انتوا شايفين بعد ما ظبطت الفويل هجيب بقى ورقة زبدة أكون قصاها بنفس مقاس الصينية، وهظبطها كده بحيث ان ما يبقاش فيه أي فويل يلامس الأكل بتاعي. بكون بقى مجهزة اللحمة معايا. أنا معايا لحمة شرايح، السمك بتاعها يكون متوسط، يعني ما تبقاش لا رفيعة ولا سميكة علشان ما تاخدش معايا سوا زيادة. وبحطها بقى بفرشها كده في قلب الصينية. وبعد ما بحط اللحمة بتاعتي بعد كده بقى هحط أي خضروات أنا بحب إن أنا أحطها. أول حاجة هحط بطاطس هقطعها مكعبات، مش هتبقى مكعبات صغيرة، المكعبات بتاعتي هتبقى مكعبات كبيرة طبعا لأن اللحمة بتاخد وقت في السوا. فعلشان كده الخضار بتاعي اللي هحطه مش هقطعه قطع صغيرة، لا هقطعه قطع كبيرة عشان يتحمل كمان تسوية اللحمة. وبعد كده بقى هنحط أي خضار نكون بنحبه ومتوفر عندنا. أنا هحط بسلة، وطبعا كل ما حطينا خضار اكتر ونوعنا ده هيخلي ورقة اللحمة مفيدة اكتر وتبقى مغذية اكتر. وخصوصا بقى لو عندك اطفال صغيرين وما بيحبوش نوع معين من الخضار تحطه لهم في ورقة اللحمة، اكيد هيحبوه لان اللحمة بتدي طعم حلو جدا للخضار. كمان انا عندي جزر هقطعه كده دواير صغيرة او حلقات، برضو الحلقات ما تبقى صغيرة قوي ولا كبيرة، يعني تبقى سميكة شوية زي ما قلتلكوا علشان تتحمل التسوية بتاعة اللحمة، لان انا عايزة ورقة اللحمة تستوي معايا. طبعا هي كلها بتستوي على البخار، وفي نفس الوقت عايزة كمان الخضار اللي معايا يفضل محتفظ بشكله وبلونه. وطبعا بقى علشان نكمل القيمة الغذائية للأكلة بتاعتنا هنقطع كمان عليها كوسة. وطبعا الكوسة بقى هقطعها كبيرة جدا لأن الكوسة ما بتستحملش النار خالص. ومعايا بقى كمان فلفل حامي كده احمر، هقطع منه كذا حلقة كده يعني علشان تدي لورقة اللحمة كده معايا طعم مشطشط. بس طبعا هتبقى خفيف يعني مش جامد قوي علشان الاولاد، ولو مش حابين عادي ما فيهاش اي مشكلة. وهقطع بقى كمان كده بصلتين كبار كده حلوين هقطعهم حلقات. ونحط بقى بعد كده التوابل بتاعتنا وانا كبها بالتفصيل اهو قدامكم. ونظبط بقى الملح بتاعنا، وزي ما بقول لكم كل مره ما نكترش الملح، ولو اني لسه عامله اكل وكترت فيه الملح وطلع مملح، بس مش مشكله يعني ما طلعش مملح قوي وعدت المره دي. ونرش بقى كده على الصينيه بتاعتنا شويه زيت حلوين، يعني معلقتين 3 كده او اكتر شويه.
ونقلب بقى الخضار بتاعنا كويس جدا مع اللحمة والتوابل. واخر حاجة هحطها على وش الصينية بتاعتي طماطم هقطعها حلقات. وكده ورقة اللحمة المتينة بتاعتنا بتكون جاهزة. هغطيها بقى من على الوش كده برضو بورقة زبدة، وبعد كده هقفل عليها بالفويل. اهم حاجة ان احنا نقفل عليها كويس جدا علشان البخار اللي هيطلع ده هو اللي هيسويلنا اللحمة والخضار. هتبت بقى عليها زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هغطيها بغطا وهسيبها بقى تستوي على مهلها على نار هادية جدا ساعتين بقى 3 لحد ما تستوي. وده شكل ورقة اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت لسه سخنة مولعة. بجد الريحة طالعة منها تجنن، والخضار زي ما انتوا شايفين سليم زي ما هو وريحته فعلا بتشهي. انا هقدمها مع رز حبة وحبة بالشعرية. بجد وجبة حلوة جدا. شايفين الخضار ولا قطع اللحمة بجد دايبة دوب في الخضار. واهم حاجة زي ما قلتلك ان الخضار يفضل محتفظ باللون بتاعه، وكمان ما يتهريش معاكي، يعني يفضل سليم زي ما هو علشان اما تيجي تقدميه يبقى شكله حلو. اما بقى اللحمة زي ما انتوا شايفين كده ولا اللحمة المشوية، بصراحة طعم وريحة وشكل اكلة 100 100. وفي نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى إن هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة، وبألف هنا.